السلام عليكم الخوت والخواتات. آه، في هذا الفيديو غادي ندوي على شكون حنا وعلاش حنا مختلفين على لي تريدر او لي زيكول الاخرين اللي كيقريو التريدين. حنا اول قبل كل شيء زعمايا كنخدموا معظم الخدمه ديالنا بالاي اي، ما كنخدموش الشارت ولا كنحللوا الشارت بطريقه يدويه. حيت الطريقه اليدويه هي طريقه مزيانه، ولكن لو وقت تطورات بحيث انه ولا لي ديزاينر كيخدموا بالديزاين في بلاصه ما يرسم. اللي كيطور المواقع ولا التطبيقات كيعاون بالاي اي، اللي كيدير الكونطابيليتي ولا شي حاجه بحال هكا كيعاون بالاي اي. يعني في هاد البيريود كلشي خدام بالاي اي، علاش لي تريدر حتى هما ما يخدموش بالاي اي؟ دونك حنا ليكول ديالنا بحال قلتي تقريبا كنخدموا 90% ديال الخدمه كاملها بالذكاء الاصطناعي. المهم بزاف تاع لي تريدر زعما فاش كيجيو الجورني ديالهم كيبغيو يخدموا كيطراو لهم بزاف تاع المشاكل من ناحيه السيكولوجي. ما كيكونوش مديسيبلينين. صعيب عليهم انهم ياناليزيو الشارت او انه كيجي لهم الشارت معقد. عندهم بزاف تاع المشاكل في المايند سيت، يعني بلي كيدير واحد ليفور كبير في الشارت وما تيخدمش على شي حوايج اللي اصلا اساسيه، اللي هي المايند سيت، الماني ماناجمنت، الريسك ماناجمنت، السايكولوجي ديالو. علاش؟ حيت ما كيبقاش ليه داك الوقت اولا داك الجهد باش انه يقرا على داكشي شويه. دونك حنايا عكسنا القضيه، حنايا بحال قلتي كنعطيو لك واحد الوقت كبير فين انك تقرا وتتعلم، ولا كنقراو وكنعلموك يعني المايند سيت والسايكولوجي. اون باراليل كنعطيو لك ديك القضيه ديال انك انت تكون بروفيتابل باستخدام الاي اي. دونك حنايا الحلول اللي عندنا لي تريدر كيكون عندهم ثلاثه تاع المشاكل. يعني اي تريدر كيما بغى يكون كيما بيكون سوا مدوز عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين كيكون عندهم ثلاثه تاع المشاكل. وكاين اللي كيكون عنده نقدروا نقولوا باللي انه عنده تشالنج، يعني اللي كيدوز اكسبيريونس كبيره في التريدر صافي كيقول لك هذا راه تشالنج عندي ماشي مشكل. المهم اول حاجه هي انه كيكون عنده مشكل فاش انه باش انه يحلل الشارت، يعني ما كيعرفش اناليزي الشارت. الحاجه الثانيه هي انه ما كيكونش مديسيبليني بواحد الريسك مانجمنت. الحاجه الاخرى هو انه بحال قلتي فاش كيحل الصفقه في ميتا تريدر ولا نينجا تريدر كيولي كونفيوز، يعني كيولي مستريسي. يعني بحال قلتي كيقول واش نامان ما نامنش، يعني كيولي كيدخلوا ليه لديك العواطف الايموشن برين وداكشي. دونك حنا شنو درنا؟ حنايا اوتوماتيزينا السيستم ديال التريد. يعني مثلا الذكاء الاصطناعي كيقدر انه يحلل الشارت. دونك ها هو واحد البارتي فيكسينا ديال انه تحليل الشارت. الحاجه الاخرى هو الريسك مانجمنت، يعني كاينه واحد التول حتى هي، يعني هي سلسله زعما سلسله طويله من الاي اي التول ديال الريسك مانجمنت. واحد التول اخرى كتبع لك الصفقه وكتسوفيها معاك. يعني بحال قلتي سلسله متكامله، يعني من تحليل الاكزيكيوت بواحد الريسك مانجمنت التراكين ديال الصفقه. يعني كما كتجيو كتشوفوا هنايا بحال قلتي كنسيليكسيونو لي بير والتايم فريم والاستراتيجي. يعني تقدر تخدم باي استراتيجي نتايا مثلا بغيتي. نوع التريد واش سكالبر ولا دي تريدر، الرانج ديال الاناليز. ابخي كهاد الداتا كامله كنصيفطوها للاي اي، الاي اي كي اناليزي كيعطينا واحد السيجنال انتري ستوب لوز و تيك بروفيت. ابخي ديك الانتري ستوب لوز و تيك بروفيت فاش كيكون اكزيكوتيوها في ميتا تريدر وكيحلها لينا واحد الاكسبرت ادفايزر بواحد الريسك مانجمنت حنا اللي عاطي ليه. مثلا قلنا ليه حلينا ب 100 دولار، مثلا كان عندي فاند ولا 50 دولار ولا 10 دولار ولا 20 دولار، هو كيحل لي ديك التريد في ميتا تريدر بداك التي بي، بداك الامونت ديال الفلوس. ابخي كيتبع لي ديك الصفقه باش مثلا لا بغي يامن ليا شي حاجه شي تامين يكاطي لي شي تي بي ولا شي حاجه بحال ما هكا. دونك حنايا بحال قلتي صوبنا واحد السيستم اللي من لاناليز الانتري، يعني الاكزيكيوتيف بالريسك مانجمنت يكون مضبوط للتراكين. يعني نتايا اون فوا كتولي كتخدم على المايند سيت. يعني هنا فين كيجي واحد الفيديوهات التدريبيه ديال انه كيفاش تكون عندك واحد العقليه ديال تريدر وانك تقن ديك السايكولوجي ديال بروفيتابل تريدر وباستخدام الاي اي. يعني كامل الخدمه غادي نخدموها بالاي اي. شنو هو الاي اي؟
يعني الاي اي هو واحد الذكاء اصطناعي، هو كيعرف بزاف تاع لي استراتيجي وكي ابليكيهم. يعني انت ما محتاجش انك انت تعلم بزاف تاع لي استراتيجي، او انك تبقى ديما تقرا. نعطي لك مثال. اوكي، مثلا دابا نجيو لهنايا، مثلا في بلاصه نتايا ما تدخلش الفيديوهات، تدخل الفيديوهات ديال الاي سي تي وتبقى تتعلم وتفرج، وهذه لا، اي هو كيعرف الاي سي تي شنو هو وشنو كيدير، شنو لا شنو هي لا استراتيجي ديال الاي سي تي. هادشي ماشي كنقول لك ان ما تتعلمش، لا مزيان انه يتعلم ويقرا الانسان، ولكن الخدمه حنا ديالنا مثلا كان واحد لاكاديمي كيخدموا بالاي اي، هي انه كنعتمدوا بزاف على الاي اي. من بعد ما قرينا ودوزنا واحد حقنا في التعلم بحال ما هكا، من بعد عرفنا بلي انه راه لا استراتيجيه شنو فيها شنو فيها، وصوبنا واحد السيستيم. الناس يعني مثلا الا كنتي نتايا بغيتي يعني تريدي مانيوال، زعما انك انت كتنجوي باش انك انت تفيق الصباح وتاناليزي وهذه، اتس اوكي. تقدر تعتبر الاي اي كواحد الاسيستنس، يعني واحد المساعد ديالك، يعني بحال قلتي معك واحد صاحبك حيت التريدر كتحس فيه باللي انك انت بوحدك. كتلقى واحد الانتري كتكونفيرمي بالاي اي، كتقول ليه مثلا انت خدام مثلا بالاي سي تي، تقدر مثلا تقول ليه بالبرايس اكشن شي مثلا شي استراتيجي ديال اليوت ولا شي استراتيجي اخرى، تقول ليه بما كونفيرمي ليا بهاد لا استراتيجي، وتعطي ليه دوك لي كونديسيون. دونك انت الا كنتي اوريدي بروفيشنال تريدر، تقدر تعتمد على الاي اي كاسيستنس، وتغطي ديك الكاب اللي عندك نتايا فيها مشكل ديال لاناليز، وتلقى واحد الكونفيرماسيون اللي زوينه. دونك هادشي اللي كاين. المهم هذه واحد لانتروداكشن صغيره، مقدمه صغيره على انه حنايا كيفاش كنجيو كنخدموا. ابخي غادي نديرو فيديوهات على شنو هما المشاكل اللي كيلقاو لي تريدر، وشنو هما الحلول اللي حنا عاطين ليهم.